أول قارئة للإذاعة المصرية، يا ترى مين هي؟ تعالوا نعرف الحكاية للآخر. في عام 1920 وصل شهرتها للعالم العربي عبر أثير الإذاعات الأهلية المصرية، وكان عمرها في الوقت ده 18 سنة. ولما أنشئت الإذاعة المصرية الرسمية عام 1934، احفظوا التاريخ ده كويس، أنشئت الإذاعة الرسمية المصرية عام 1934، كانت في طليعة الذين رتلوا القرآن عبر موجاتها. قارئتنا كانت على علاقة طيبة جدا بكل القراء والمشايخ، وكانت بتختص عمنا الشيخ محمد الصيفي إنها كانت بتحب جدا تسمع تلاواته. قبل الحرب العالمية الثانية أفتى بعض المشايخ الكبار بأن صوت المرأة عورة، فاختفى صوت قارئتنا من الإذاعة المصرية، وتوقفت إذاعة لندن وباريس عن إذاعة اسطوانات قارئتنا. وبالرغم من رسائل الاحتجاج والاعتراض على هذا القرار، إلا أن الإذاعة كانت متخوفة من غضب المشايخ. القارئة هي الشيخة منيرة عبده.